الماضي مش مكان بنرجع له ونعيش فيه، لكن هو مكتبة مليانة دروس. المهارة هنا مش إنك تنسى الماضي، لكن تعرف إزاي تستخرج منه دروس القوة اللي تكون الوقود اللي يدفعك للنجاح. المشكلة في الرجوع للماضي هي السلبية اللي بتخليك تركز على الأخطاء والندم والفشل اللي حصلوا في الماضي، بتنسى إنك عديت كل ده، بتفشل في رؤية نقاط القوة اللي ظهرت في أصعب أوقاتك. ده بيخلي الماضي يتحول لحبل بيشدك لورا، بتخسر الثقة في قدرتك على مواجهة تحديات المستقبل عشان مركز على الماضي بشكل سلبي. التعامل مع الماضي هو مهارة إعادة صياغة القصة، إنك تحول كل تجربة سلبية لدليل على قوتك الداخلية. المهارة دي تعتمد على امتنانك للتحديات، إنك تشوف إن أصعب الأوقات هي اللي شكلت شخصيتك الحالية. والقائد الحقيقي اللي بينجح المؤثر هو اللي بيعرف يستغل الماضي كمخزن للثقة والخبرة ودروس قوة يرجع لها وقت ما يحتاج لها. الماضي مش بيحدد انت مين، لكن بيجهزك للي انت هتكونه. انت بس لازم تقرر ازاي تستخدم الدروس اللي اتعلمتها منه. جرب دلوقتي كده تفكر في أصعب 3 تحديات واجهتها في حياتك، واكتب في كل تحدي ايه اللي حصل، وايه هي نقاط القوة اللي ظهرت فيك علشان تتخطى التحدي ده، وايه هو الدرس اللي طلعت منه من التحدي ده وممكن تستخدمه دلوقتي. وتفاجئ بنفسك من النتيجة اللي هتلاقيها مكتوبة. لو عايز تعرف ازاي تحول كل تجربة سلبية في الماضي لمصدر قوة للمستقبل والحاضر، دبلومة مهارات الأعمال بتعلمك ازاي تستثمر في خبراتك، وأجندة من الألف للياء فيها صفحات مخصصة تطلع منها بأفضل دروس نتيجة خبراتك السابقة وتفكيرك الاستراتيجي للمستقبل. ابعت لنا دلوقتي واطلب أجندتك واحجز مكانك في الدبلومة وابدأ معانا. ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليك.